نوري كامل المالكي رئيس الوزراء، ويتولى وكالة وزارات الأمنية الدفاع والداخلية والأمن الوطني لحين تسمية الوزارات. هذا بالحقيقة المؤقت هي قضية يوم ويومين وثلاثة أيام وأربعة أيام، يعني هذا مو راح تظل الوزارات دائما هي وكالة. الوزارات الأخرى التي لم أذكرها هي وزارات تدار بالوكالة الآن من قبلي، واعد هذا المجلس بأن نقدم قائمة خلال أسبوع إن شاء الله. 11 بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. 11 حصر السلاح بيد الدولة. إنهاء الملف المتعلق بالمهجرين الذين أجبرهم الإرهاب لمعالجة مشكلة الأسر النازحة. وتوثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي خاصة مع جيرانه. تبادل حوارات ووفود رسمية مع الدول العربية ودول الجوار العراقي لتفعيل سياسة العراق الخارجية. المضي بتطوير نظام التكافل والضمان الاجتماعي. زيادة كفاءة خدمات الأمان الاجتماعي. الاهتمام بالمرأة. تعزيز دور المرأة في المجتمع. وتشجيع القطاع الخاص وحمايته بأنظمة وقوانين ليكون شريكا قويا في عملية البناء والإعمار. ودعم وتبني استراتيجية تطوير القطاع الخاص وقانون إنشاء المدن الصناعية. 16 متابعة تنفيذ عقود النفط والغاز في مجال رفع إنتاج النفط العراقي إلى المستويات والسقوف الزمنية المتفق عليها. سادسا زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية في حل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. تنظيم العلاقة الاتحادية المحلية في توزيع الصلاحيات الحكومية بين الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. ومعالجة ظاهرة البطالة بمعالجة مشكلة البطالة في العراق. دعم وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني. ومعالجة الفساد الإداري والمالي. التصدي لمظاهر الفساد. تحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق للتحول من اقتصاد شمولي مخطط إلى اقتصاد السوق. وأتقدم بالشكر أيضا إلى أعضاء الحكومة السابقة حكومة الوحدة الوطنية. كما أقدم الشكر والتقدير لدولة الأخ السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في الدورة المنتهية ولأعضاء حكومته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام